ما اقدرش انسى ابدا ان في حاله كان شاب عنده 20 سنه. كان ابني لسه مولود، ما بقولوش ايام، وهو كان على نفس اسم ابني، فكان مؤثر فيا نفسيا. وهو كان شاب جميل، وكان بيزق والده القعيد على كرسي متحرك، ووقع من بير الاسانسير، فوقع من الدور الخامس. فكنت نفسيا متاثر بيه جدا جدا، وكان عنده مجموعه من المشاكل ضخمه جدا. وكان عنده كسر في فقرات ظهره، كان عنده كسر في عظمة الفخذ المتفتت، كان عنده كسر في القصبة. ده ما كانش محتاج عملية، ده كان محتاج مجموعة من العمليات. العملية الأولانية كانت مخ وأعصاب، عملية تثبيت فقرات، واشتغلت عملت له عملية 9 ساعات. يا خبر! ابتديت الساعة 7 مساء، خلصت الساعة 4 العصر، وركبنا له شرايح ومسامير. الباشمهندس ده اشتغل في اوراسكوم، وتلف الأقدار واشوفه من 3 ايام، واشوفه لقيته هو بيناديني: يا دكتور يا دكتور. قلت له: خير؟ قال لي: انت مش عارفني؟ قلت له: لا، انا المهندس فلان الفلاني اللي عملت لي العمليه بتاع الاسانسير. قلت له: انت؟ قال لي: اه. خدني بالحضن والبوس، وفعلا حسيت يعني انا كنت في قمه سعادتي. يعني مهما كان ان انا يعني دي قمه سعادتي بجد، ان انا اشوف مريض انا عملت له عمليه وركبت له شرايح ومسامير وتثبيت فقرات في ظهره مع زميل مخ واعصاب، وبعد اكتر من 8 سنين اشوفه راجل كبير معاه اولاد وبيقابلني في الشارع ويسلم عليا. لا، فعلا فعلا شكرت ربنا على نعمه جراحه العظام، وشكرت ربنا نمره واحد واخيرا على التوفيق والستر، لقد ايه هو ربنا وفقني معاه والحمد لله النتيجه كانت احسن ما كنت اتوقع.